بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة شوط. والنهارده هنتكلم عن تحليل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو. والحقيقة إن المنتخب البوركيناوي لم يكن ندا للمنتخب الجزائري بالمعنى طوال المباراة، علما بأنه قاد هجمات خطيرة تسبب في أزمات ومشاكل. كاد لاعبه باتسوبا أن يحرز هدفا في النزهة الأخير من اللقاء، لكن كل ذلك لا يمنع على الإطلاق أن المنتخب الجزائري استحق الفوز. لماذا استحق المنتخب الجزائري الفوز؟ لأن عناصره أقوى، اللعيبة أقوى. يعني أنت إذا قارنت أفراد بأفراد هتلاقي إن دول أتقل، إن لعيبة المنتخب الجزائري بيلعبوا في أندية أحسن، تلاقي عندهم مهارات أفضل، تلاقي هم في الميزان يوزنوا أكتر من لعيبة منتخب بوركينا فاسو، اللي يعني مفيش حد يبرز بينهم في المنتخبات الأوروبية فيما عدا برتران تراوري، دانج واتارا، عيسى كابوري. دول اللعيبة المعروفين بالنسبة لهم باتسوبا. إنما يعني عندهم لعيبة محليين وعندهم لعيبة محترفين، لكن في نهاية المطاف المنتخب الجزائري يوزن أكتر يعني، وبالتالي فالطبيعي أنه يفوز. هدف العادة من رياض محرز. رياض محرز اللي قدم مباراة جيدة وكان خارجا من المباراة وهو متضايق. يعني لو انت شفت ملامحه بعد الماتش لا يعني الراجل صعب عليه نفسه، متضايق ان هو طالع، رغم ان هو طالع في الدقيقة كام بقى. شوف انت يعني طالع خلاص، يعني كانت المباراة في الثلث الأخير منها تقريبا يعني. لكن هو رياض محرز لعيب بيحب يلعب طول الماتش، ما بيحبش يتغير زي محمد صلاح كده في مصر. وده حال بعض اللعيبه اللي عندهم جرينتا يعني زي رياض محرز. بغداد بنجاح لم يكن موفقا في هذا اللقاء، رغم انه لاعب دفع به بسبب تغيير حجام، وعمورة حاول كثيرا. وعمورة ألاحظ أنه مركز قوي على الأسيست، يعني عمورة مركز جدا على أنه يعمل أسيستات. يعني عمورة مش مركز في أنه هو يسجل أهداف، ولكن هو مركز على وكأنه هو بيلعب ساعد هجوم أيسر، وبالتالي هو مركز جهده كله في أنه هو يعمل أسيستات لزملائه يعني. وعلى الجانب الآخر حاول طبعا برتان تراوري ودانج واتارا والبقية، ولكن دون جدوى. لوكاس زيدان أنقذ مرماه من كرات عرضية هي كانت بالأساس محور الخطورة للفريق البوركيناوي، اللي شكل خطورة من خلال الكرات العرضية اللي طلع في واحدة منهم عيسى كابوريه وحطها في القايم. دي كانت أقوى حاجة يعني حصلت في الشوط الأولاني، ولكن في النهاية نجح المنتخب الجزائري في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي، وبالتالي أصبح موجودا في الدور الثاني وانضم إلى شقيقه المصري، وننتظر منه الكثير والكثير في المباريات القادمة.